كان شابا هادئا، لكن الكرة كانت تشتعل بين قدميه. من أزقة مدينة الدار البيضاء خرج يوسف شيبو ليصبح أحد ألمع نجوم الكرة المغربية في التسعينات، في زمن كانت فيه المنافسة شرسة والنجومية صعبة. فرض اسمه بكل صمت، دون بهرجة ودون ضجيج. بدأت رحلته مع نادي الجيش الملكي، وهناك لم يمر وقت طويل حتى شد أنظار العالم بتمريراته الذكية ورؤيته الثاقبة للملعب. انتقل للاحتراف مبكرا، ولعب في صفوف نادي العربي القطري قبل أن يحط الرحال في أوروبا، وتحديدا في البرتغال رفقة نادي بورتو، أحد أعرق الأندية في القارة. لكن الحدث الأبرز في مسيرته كان عندما وقع مع نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي سنة 1998، ودخل ملاعب البريمير ليج في عز مجدها. رغم تألقه في الملاعب الأوروبية، إلا أن قمة توهجه جاءت بقميص المنتخب الوطني في كأس العالم 1998 بفرنسا. هناك كتب يوسف شيبو اسمه من ذهب. في مباراة لا تنسى أمام النرويج تألق في وسط الميدان، وكان صمام الأمان الذي يقاتل ويصنع، يمرر ويغطي، يقرأ اللعب وكأنه داخل عقل الخصم. قدم مستوى عالمي، حتى أن الصحافة الأوروبية أشادت به، ووصفته بعض الصحف بأنه الرجل الخفي الذي برازيلي أمام النرويج. بعد المونديال واصل شيبو مشواره بثبات، تنقل بين أندية إنجليزية، وترك بصمته في كل فريق لعب له. لكن الإعلام المغربي للأسف لم يكن منصفا معه، لم يمنح التقدير الذي يستحقه، ولم تروى قصته كما يجب. كان صامتا، بعيدا عن الأضواء، يفضل أن يتكلم بأقدامه ويترك صدى أفعاله يتحدث عنه. اليوم نراه محللا في قنوات بي إن سبورت بثقافته الواسعة وتحليله الدقيق، يثبت أن كرة القدم ليست فقط مهارة بل أيضا فكر. لكن خلف هذا الهدوء هناك قصة لاعب كبير، ربما لم يعط حقه كما يجب ولم يسلط عليه الضوء كما يستحق. يوسف شيبو هو أحد أولئك الذين مروا من هنا وتركوا أثرا لا ينسى. لاعب بقلب محارب وعقل مدبر، وجيل كامل مدين له بلحظات من الفخر. إذا أعجبتك القصة لا تنسى الاشتراك في القناة، لأن القادم يحمل المزيد من حكايات الأبطال الذين لم ينصفهم التاريخ، ولكننا سنعيد لهم الاعتبار كما يستحقون تماما.